وده انتوا الاتنين هتقعدوا تساووا وتتفاهموا. طول عمري بقول عليك راجل دغري، ليه جاي النهارده تخبي عليا؟ مش عايزين كتر كلام، يلا يلا بينا، يلا يلا. على فين؟ نروح لمحفوظ الوكالة. انت راجل تعرف الاصول، انا برضه اللي اروح له. ما تتكلم يا فهيم. عداك العيب يا حاج. الحق محدش يزعل منه برضه يا حاج. ماشي، انا هروح اجيبهولك لغايه عندك. انا اروح لحد عنده؟ ده كلام برضه يا حاج. قام مجموعة من العناصر التخريبية بأعمال شغب وحرق لبعض المنشآت العامة والممتلكات الخاصة بمنطقة وسط البلد، مما أفزع المارة والمواطنين وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين. ويجري حاليا تعقب هؤلاء العناصر والتحقق. كنت فاكر ان انت هتضرب ومحدش هيضربك، تبقى واهم. ولا الثالث، الهدف الاول مواجهة التنظيم الارهابي. بتطحن بكل انواع الاسلحه في الازبكيه ده، والناس وقفت. والناس اللي اتقتلت في الكرداسه دي اتقتلت ازاي؟ واتقتلت ليه؟ اللي اتضرب عليهم اربجيات. احنا يا جماعه كنا قدام عصابه معاها سلاح. صرح مصدر مسؤول أن قوات الجيش الباسلة ورجال الشرطة قد تمكنوا من تضييق الخناق على هذه المجموعات التخريبية المنظمة وإحكام السيطرة عليهم تماما والقضاء عليهم نهائيا وإفشال جميع مخططاتهم الخطيرة التي من شأنها نشر الذعر وإشاعة الفوضى في البلاد. الساعات الأولى لهذا الصباح كان في اشتباكات أمام مسجد الفتح، وكان في كمان محاولة لإخراج كل من يحاول أن يحتمي داخل المسجد بالأسلحة، وفعلا استطاعت القوات الأمنية يوم أمس قال إن مصر بدأت الحرب على الإرهاب، وأعرب عن الدعم لدعوة القائد العام لجيش الشعب للاحتشاد لتفويضه في محاربة العنف والإرهاب. لكل الشعب المصري، إيه اللي بيحصل لمصر؟ لمصلحة من ما يحدث في مصر؟ هذا وقد تمكن رجال الشرطة فجر اليوم من القبض على 3 أشخاص من البلطجية المسلحين بحوزتهم أسلحة آلية ومتفجرات ومدافع مضادة للطائرات، وأحكم رجال الأمن القبضة عليهم وتمكنوا من إفشال مخططاتهم قبل تنفيذها بلحظات. قوات الجيش الثاني الميداني تلقي القبض على 3 من العناصر الإرهابية المتهمين بهجوم على مبنى الرقابة الإدارية. احنا اللي احنا عرفناه من شوية إنه هذا وقد تمكن رجال الشرطة فجر اليوم من القبض على 3 أشخاص من البلطجية المسلحين بحوزتهم أسلحة آلية ومتفجرات ومدافع مضادة للطائرات، وأحكم رجال الأمن القبضة عليهم وتمكنوا من إفشال مخططاتهم قبل تنفيذها بلحظات.